السلام عليكم. النهارده هنعمل حلا بارد خطير ملوش حل، حاجه كده من الطبقات السعاده والجمال. كل اللي هنحتاجه معانا كيسين من الكريم كراميل، ومعاهم اللي هو الكراميل اللي هي الاكياس البني اللي بتبقى فيه دي. هنفردها في الصينيه بالشكل ده. فضيت معايا كيسين او 3 وفردتهم في القالب بتاعي. انت ممكن تستعملي اي صينيه، مش شرط قالب يعني، اي صينيه متوفره عندك. دلوقتي هحتاج 3 كوبايات من اللبن، عليهم ظرفين من الكريم كراميل، هفضيهم بالشكل ده. وهحط معاهم 3 معالق من النشا عشان الخليط بتاعي ده يتماسك كويس. ايوه كده، هدوبهم كويس. اهم حاجه يتدوبوا كويس جدا على البارد. انا مش هحتاج سكر خالص لان الكريم كراميل هو محلي وسكره حلو جدا، مش محتاج سكر. هضيفهم بقى على طبقه الكراميل اللي انا حطيتها في الاول. ممكن تعمليه في البيت او الاكياس الكراميل اللي بتبقى مع كريم كراميل. ونضيف عليها بقى الخليط بتاع الكريم كراميل والنشا واللبن. دول 3 كوبايات من اللبن. تقدري تحطي كوبايتين وكوبايه ميه لو مش حابه تحطي ال3 كوبايات كاملين لبن. يلا بينا. هنسيب بقى الطبقه اللي احنا حطيناها بتاعه الكريم كراميل دي تبرد، ولازم تعمل طبقه من فوق ونسيبها تستهدى خالص. وبعد كده هنعمل الطبقه التانية. الطبقه التانية برضو نفس المقدار، هنحط 3 كوبايات من اللبن، وعليهم معلقتين كاكاو، وعليهم 3 معالق من النشا، وهرفعهم على النار وهيبقوا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، القوام الجميل ده. وحطيت لهم قطعه شوكولاته. تمام كده. الكريم كراميل معايا عمل طبقه من فوق، يعني مسك نفسه. وبعد كده نزلت بالطبقه التانية عليه. كل ده بره التلاجة عادي. انتي مسافة مثلا نص ساعة وترجعي تعملي الخلطة التانية اللي احنا عملناها بتاعة الكاكاو دي اللي هي بالشوكولاتة. هتلاقي الكريم كراميل اللي مسك معاكي. دلوقتي تجيبي اي بواكي بسكوت سادة بتاع الشاي العادي ده، وهنضيفهم فوق الطبقة بتاعة الشوكولاتة اللي احنا عملناها بالشكل ده. وتحاولي تغطسيهم كده شوية لتحت عشان البسكويت يمسك في بعضه. وهغطي بقى القالب ده معايا بكيس، وهسيبها بره التلاجة لحد ما تستهدى خالص وتاخد درجة الحرارة الطبيعية بتاعة المطبخ. وبعد كده ادخلها التلاجة تقعد لمدة ساعتين ولا حاجة، وبعد كده اخرجها. حبيتي تسيبيها يوم كامل برضو يكون افضل. يعني انا سبتها تقريبا حوالي ساعة، ما استنيتش عليها. ودلوقتي هاخدها اقلبها بالشكل ده. ما تقلقيش، هتتقلب معاكي بكل بساطة وسهولة زي ما هتشوفوها معايا كده. وطبعا كل ما تسيبيها في التلاجة وتبرد هتبقى طعمها اجمل واحلى بكتير.